كونسبت رقم 8 blended ROAS. بناء على كل الكونسبتس اللي اتكلمنا فيها من اول الفيديو، انت المفروض دلوقتي فاهم ان هي جيرني فيها تاتش بوينتس كتيره جدا، وعن طريق المالتي تاتش اتريبيوشن بنقدر ننسب التاتش بوينتس دي، فنعرف نسبه تاثير كل تاتش بوينت على الكونفرجن. البلندد ROAS بقى هو النتيجه النهائيه من ده، وهي اللي المفروض اقرب حاجه للصحه، وهو انك انت ما تبقاش بتحسب ROAS للفيسبوك على حده، لان ده هيبقى معتمد على سنجل تاتش اتريبيوشن. ما تبقاش بتحسب لتيك توك على حده، لجوجل على حده، لان كل واحد فيهم اتسبب في النتائج اللي جايباها كل واحد فيهم، وبناء عليه ما فيش حاجه اسمها فيسبوك ROAS. فانت محتاج ترجع لورا وتبقى فاهم ان انا عندي ROAS مضروب في الخلاط، جايب لي كل السبندنج اللي حصل وكل الكوست اللي اتصرفت على مثلا التشانل الادفرتايزنج تشانل، وعارف كل الاوردرز او كل النتائج اللي جات لي او الاكشن اللي انا محتاجه، وبناء عليه يطلع لي ROAS مجمع يوريني الصورة الحقيقية، مش صورة فرعية مضللة من شانل معتمدة على سنجل تاتش اتريبيوشن. ده كده البلندد ROAS. لو عندك فيه اي اسئلة قولها لي في الكومنتس، هرد عليك او هعمل لك فيديو مخصوص.